الصيام وارى مكتوبا عليها فمن شهد منكم الشهر فليصم. خامستها كلية الحج وارى مكتوبا عليها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهنا اتوجه بحضراتكم الى كلية الصيام لارى امامي سيد الخلق وحبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم، نرتشف من علمه الصافي وننهل من منهله العذب المورود. وارى مكتوبا امامي سؤال، هذا السؤال يقول: لماذا لم يذكر القرآن صيام شهر رمضان الا في مشهد واحد من سورة البقرة، بينما ذكر الصلاة مع الزكاة في 82 آية، وبينما تكلم عن فريضة الحج في سورة البقرة تفصيلا، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المائدة، وفي سورة إبراهيم، وفي سورة سماها سورة الحج، فلماذا لم يذكر الصيام إلا مرة في سورة البقرة؟ هذا سؤال، وللإجابة عليه لا بد أن نعلم أولا أن الصلاة مع الزكاة ذكرها مولانا مقترنتين في 82 آية، وأساليب القرآن الكريم في التعبير عن الصلاة والزكاة تنوعت إلى 5 أنواع. فمرة يذكرهما مولانا جل في علاه بصيغة الفعل الماضي فيقول: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وتارة يذكرهما مولانا جل جلاله بصيغة الفعل المضارع فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة الامر فيقول: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومرة يذكرهما مولانا بصيغة المصدر فيقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما وما أدراك ما ذلك اليوم. القاضي في هذا اليوم لن يكون بدرجة المستشار ولا رئيسا لمحكمة عسكرية بدرجة اللواء ولا بدرجة الفريق الأول. القاضي في ذلك اليوم هو الذي يقول عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الله. يخافون يوما، القاضي في هذا اليوم هو الله. إذا ما وقفت بين يديه وقلت له: يا رب لم لم يصلني انذار الاعلان بحضور الجلسة، لم لم يصلني الانذار بتحديد هذه الجلسة،
سيقول لك مولانا لقد كنت تقرأ الإنذار كل يوم 17 مرة في الصلاة. إن الإنذار هو قول مالك يوم الدين. أنا المالك وهذا هو يوم الدين. وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. وهذه القراءة لغير الكسائي وعاصم، ملك يوم الدين هكذا. والفرق بين القراءتين، الفرق بين مالك وملك أن المالك يملك وقد لا يحكم، وأما الملك فإنه يحكم وقد لا يملك. أما الذي يملك ويحكم فهو واحد لا إله غيره، هو الله الواحد. إذا قلت يا رب من الذي أبلغني الإنذار، سيقول لك قاضي هذه المحكمة، سيقول لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هذه المحكمة لم تشكل بقرار من بشر، فالبشر كلهم زائلون تحت التراب. أما الباقي فهو الله الواحد الغفار، الخالق الوهاب، المنتقم الجبار، الحكم العدل. إذا قلت يا رب أمهلني حتى أحضر الشهود، أمهلني حتى أحضر الشهود يا رب، سيقول لك مولانا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. شهودك من نفسك، ولن تعذب حتى تقر بما لم تفعل، لأن الله ليس في حاجة إلى شهود، فإنه علام الغيوب. إذا قلت يا رب أمهلني حتى أوكل محاميا، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب سأستأنف الحكم، سيقول لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا قلت لرب العالمين يا رب سأدفع كفالة مالية أو شخصية، سيقول لك مولانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا حكمت المحكمة فإلى أين المصير؟ إلى أين المصير يا من قضيتم حياتكم في تشكيل المحاكم؟ إلى أين المصير؟ اسمع إلى حكم الواحد القهار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن هذا اليوم هو يوم الله، يبدأ بالنفخ في الصور ويستمر ممدودا حتى ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ما مقدار هذا اليوم؟ ما